أهلا بيكو. بما إننا كلنا بنتعلم ألماني فأكيد جه في بالنا قبل كده إزاي نتكلم عن الأكل والدايت. الموضوع ده مهم قوي في الكلام اليومي، عشان كده في حلقة النهاردة هنعرف مع بعض أهم الكلمات والجمل اللي محتاجينها. يلا بينا. هو ده السؤال اللي بيحير ناس كتير، وخصوصا لو حد عايش في ألمانيا أو بيتعامل مع ألمان كتير. بس ما تقلقوش، بعد الشرح البسيط ده هتقدروا تتكلموا في الموضوع ده بمنتهى الثقة. طيب عشان نبدأ صح لازم نعرف الكلمة الأم، الكلمة الأساسية للموضوع كله. يعني إيه أصلاً نظام غذائي بالألماني؟ الكلمة هي das Ernährungskonzept. نقولها تاني مع بعض: das Ernährungskonzept. بصوا، هي كلمة مركبة سهلة. الجزء الأول Ernährung يعني تغذية، والجزء التاني concept زي الإنجليزي بالظبط، يعني مفهوم أو concept. فلما نلزقهم في بعض بيبقى معناها مفهوم التغذية، أو بشكل أوسع النظام الغذائي. عشان نفهم أكتر خلونا نشوفها في جملة. الجملة بتقول: Es gibt viele verschiedene Ernährungskonzepte. يعني ببساطة في أنظمة غذائية مختلفة كتير. Es gibt معناها يوجد أو في، وفي verschiedene يعني كتير ومختلف. سهلة اهي. طب ناخد مثال كمان عشان نثبت المعلومة. Paleo ist ein altes Ernährungskonzept. هنا بنتكلم عن دايت معين اسمه باليو، وبنقول إنه نظام غذائي قديم. altes يعني قديم. فالكلمة بتاعتنا Ernährungskonzept نقدر نستخدمها مع أي نوع دايت في الدنيا. تمام قوي كده، فهمنا الكلمة الكبيرة. دلوقتي بقى يلا ندخل في تفاصيل أكتر ونتكلم عن أنواع أكل وأنظمة غذائية محددة. أول مصطلح معانا هو der Pescetarier، ده للراجل، وللست بنقول دي Pescetarierin. طب مين هو الشخص ده؟ ده ببساطة الشخص اللي يعتبر نباتي بس بياكل سمك. والجملة دي بتلخص كل حاجة. PescetarierInnen ernähren sich vegetarisch, aber essen Fisch. يعني الباسكتيريا نظامهم الغذائي نباتي vegetarisch، لكن بياكلوا سمك essen Fisch. واضحة جدا. وخلوني أقول لكم على معلومة ممكن تفاجئكم شوية. حوالي 6%، أيوة 6% من الناس في ألمانيا ماشيين على النظام ده. الرقم ده مش قليل خالص، بالعكس ده رقم كبير هناك. نيجي لكلمة تانية مهمة قوي ومستحيل ما تشوفوهاش في أي سوبر ماركت في ألمانيا. الكلمة هي das Bioprodukt. كلمة بيو دي اختصار لكلمة بيولوجيش، يعني عضوي، وبرودكت طبعا يعني منتج. على بعضها تبقى المنتج العضوي أو الأورجانيك زي ما بنقول. طب إيه ميزة المنتجات دي؟ الجملة دي بتشرح Bioprodukte enthalten keine Pestizide، يعني المنتجات العضوية enthalten keine ما فيهاش أو لا تحتوي على Pestizide اللي هي المبيدات الحشرية، ودي طبعا أهم حاجة بتميزها. طيب نيجي لنوع دايت تاني خالص. الكلمة هي دي روكوست. كلمة رو لوحدها يعني نيء، وكوست يعني طعام أو غذاء. فغوكوست على بعضها معناها نظام الأكل الني، يعني كل حاجة بتتاكل زي ما هي من غير طبخ. الجملة دي فيها حتة لغوية مهمة قوي. بصوا كده، Rohkost soll sehr gesund sein. كلمة soll هنا مش جاية بمعنى لازم أو يجب، لا هي هنا بتدي معنى بيتقال أو من المفترض. فكأن الجملة بتقول بيتقال إن الأكل الني صحي جدا، يعني ده كلام شائع مش بالضرورة يكون حقيقة علمية مؤكدة. طيب نيجي لآخر كلمة معانا في شرح النهاردة، ودي بقى بتتكلم عن مصدر الطاقة الأساسي لجسمنا كلنا. الكلمة هي دي كولونهيدراتا. سهلة صح؟ نطقها قريب قوي من الإنجليزي، ومعناها طبعاً الكربوهيدرات أو النشويات اللي كلنا عارفينها. وظيفتها إيه؟ الجملة دي بتقول كل حاجة. Kohlenhydrate geben uns Energie. يعني الكربوهيدرات بتدينا geben uns طاقة energy. بسيطة ومباشرة. طب زي إيه الكربوهيدرات دي؟ أشهر أمثلة هي البروت اللي هو العيش، والنودل اللي هي المكرونة بكل أشكالها، والكاتوفل اللي هي البطاطس. ودي حاجات أساسية في أكلنا كلنا، مش بس في ألمانيا. هايل، كده إحنا لمينا أهم الكلمات اللي ليها علاقة بالأكل والدايت. يلا بقى نعمل مراجعة سريعة عشان المعلومة تثبت في دماغنا. يبقى إحنا اتعلمنا النهاردة إيه؟ أول حاجة das Ernährungskonzept، ودي الكلمة العامة لأي نظام غذائي. بعدين der Pescetarier اللي هو الشخص النباتي اللي بياكل سمك. وبعدها das Bioprodukt يعني الحاجات الأورجانيك. وبعدين die Rohkost
اللي هو نظام الأكل الني. وآخر حاجة كانت دي كولين هيدراتا اللي هي الكربوهيدرات بتاعتنا. يا رب يكون شرح النهاردة كان خفيف ومفيد. لو حسيتوا إنكم استفدتوا فعلا وعايزين نكمل في السلسلة دي، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم المرة الجاية. سلام.